عسلامة، جيتكم اليوم بالغسات متاع البنادق في تكملة للسلسلة الرمضانية. ما خيرش من البنادق لتنقيص الوقفة في الكوجينة، كان حسو كان طاجين كان مقرونة نجبدو كالبنادق وتك تك كل شي يحضر. بالنسبة للغسات خذيت ارطل اللحم بقري، خذيت عليهم نص راس كامل متاع ثوم، خذيت نعناع شايح ملح فلفل اكحل تبلو كروية كركم وفلفل زينة. بالنسبة لكمية لفاح، نعناع الشايح مغرفة صغيرة معبية بالباهي هكا يحب النعناع، فلفل اكحل نص مغرفة صغيرة، ملح حسب الرغبة، تبلو كروية مغرفة صغيرة معبية بالكدا، كركم نص مغرفة صغيرة، والبابريكا نص مغرفة صغيرة، ونحركوا كل شيء مع بعضه. وغزمو عندي شكون يعاون فيا انا هكا ما تشوفوا معناها. لهنا زدت مغرفة كبيرة ماء. به بالنسبة للتصبير متاعهم نحطوهم في حكة باللار وراهم يصبروا في الفريجيدير عادي، ما نعملوهم حتى شيء، جوست نغموهم بالزيت، الزيت اللي باش يطيب فيه تو بعديك تشوفوا كيفاش. لهنا الكعابر انا وزنت، عملت كل كعبورة 20 غرام، حبيتهم يجوني الكل قد ميسي نو بالطبيعة بالعين والكبر كل واحد يعمل الكبر اللي يساعده. لهنا باش نتعدى للمرحلة الثانية اللي هما تطيب البنادق. على الرطل متاعي خذيت نص إترامي، عليهم نص كيس زيت زيتونة، تنجموا تعملوا زيت نباتي مي زيت زيتونة أبن شختو احنا بعديك نستعملوه في التطيب، يعني كي نجيو نعملوا غسات بالبنادق نستعملوا الزيت هذاك. سو كيفي الزيت فوحته، حطيت نفس لفاحات متاع البنادق، رشة صغيرة نعناع شايح ملح فلفل أكحل شوية تبلو كروية شوية كركم باش البنادق متاعي ما يجونيش فات. نحطوهم حتى كشيلين يشيحوا كومبليتمون من الماء متاعهم ويقروا الزيت، وهذاك هو الزيت اللي باش نستعملوهم. نستناوهم يبردوا كومبليتمون، نحطوهم في حكوك ديجا ستيريليزي، كان الزيت ناقص نكملوا بشويه زيت زيتونه ونخبيوهم. وهذم هما البنادق حضروا، ما تنساوش تجربوهم، تعملوا لي ابوني، تعطيوني رايكم وصحه وبشفاء.